مسألة الفتوى مسألة عظيمة، لأن القول على الله بغير علم هذه كبيرة من الكبائر. نعم، لأنه الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي يفتي يتسبب في إضلال الناس إذا تكلم بغير علم. يقول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال سبحانه وتعالى القول على الله جل وعلا بغير علم. بماذا؟ في الآية، من خلال الآية، بالفواحش والبغي والشرك. من هنا يتبين لنا خطورة القول على الله بغير علم، والذي يفعل هذا سيحاسب بين يدي الله جل وعلا إذا كان أفتى بغير علم. نعم، إذا مسألة الفتوى مسألة عظيمة. الإنسان قبل أن يتكلم في دين الله جل وعلا عليه أن يفكر جيدا قبل أن يقبل على هذا العمل. نعم، هذا الأمر ليس بالأمر السهل كما يتوهم البعض، فالمعرفة السطحية كما هو حال الكثير من الناس ببعض الأمور يعني في الدين، هذا لا يجعل منك مفتي ولا حول ولا قوة إلا بالله. نذكر لكم بعض شروط المفتي. أولا، أن يكون عالما باللغة العربية وقواعدها. ثانيا، أن يكون له علم بأحكام الشريعة، والحديث هنا عن آيات الكتاب، أن يكون له علم بناسخها ومنسوخها وعامها وخاصها إلى غير ذلك. يكون له علم بالسنن، لأن التكاليف نتلقاها من ماذا؟ من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وأحواله. نعم، الإنسان لابد أن يكون له علم بالرجال، ويكون له علم بالصحيح من الأخبار والسقيم، وأيضا الإحاطة بطرق القياس ومراتب الأدلة، وأن يكون هذا الإنسان صاحب ورع وتقوى، أن لا يكون فاسقا. الفاسق لا يعتمد بأقواله، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يلخص لنا هذه الشروط. يقول: أن يكون مطلعا على غالب أقوال أهل العلم ومطلعا على الأدلة الشرعية في هذا الحكم الذي أفتى به. يقول: وأما مجرد الظن والتقليد فإنه لا يفتي به، لكن التقليد إذا كان ليس هناك مجتهد وليس بإمكان الإنسان أن يجتهد، وهم طلبة العلم الذين يعرفون ما كتبه العلماء، فلا حرج عليه أن يفتي به للضرورة. لمسألة الفتية مسألة عظيمة حفظكم الله. والآن نجد الكثير من الناس يتكلمون في دين الله رب العالمين، يتكلمون ويفتون في دين الله رب العالمين بدون علم. إذا لم يكن لديك علم اسكت، فلابد من هذه الشروط التي سطرها العلماء. وإذا فعل وهو ليس من أهل الفتوى وليس من أهل العلم الربانيين الراسخين، فعليه أن يعلم بأن الله جل وعلا يحاسبه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالإنسان لا يقحم نفسه في الهلاك. بعض الناس يفتي حتى من أجل تحقيق دنيا عاجلة، أو حتى يقال بأن فلان وفلان وفلان ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا حال الكثير من الناس كما قلت، تجده يفتي، نعم بارك الله فيك، بخلاف ما هو صواب. فنقول لأمثال هؤلاء: اتقوا الله جل وعلا. إذا أردت أن تكون من أهل العلم الربانيين الراسخين إلى غير ذلك، فاطلب العلم. نعم، اطلب العلم واسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. والدين ليس يعني المفتي ليس بالمظهر، المفتي بالعلم الذي لديه. نعم بارك الله.